قرار عاجل أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يخص أكثر من 8 مليون ونص مصري بيصرفوا معاش تكافل وكرامة. طبعا أي قرارات من دي بتقلب الدنيا، بتخلي الكل عاوز يعرف إيه اللي هيحصل، تفاصيل القرار وإزاي هيؤثر على ملايين المصريين وإيه شروط المعاش. كل ده هنعرفه في فيديو النهاردة. ملايين من الناس معتمدة على معاش تكافل وكرامة، عشان كده الحكومة كل وقت والتاني بتعلن عن تطورات جديدة في البرنامج وضم فئات جديدة. ده اللي حصل الساعات الأخيرة لما الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن قرارات جديدة تخص 8.5 مليون مصري بيصرفوا معاش تكافل وكرامة. لكن إيه بقى التفاصيل؟ الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وجه الحكومة بضم 8.5 مليون منتفع من معاش تكافل وكرامة، وكمان العمالة غير المنتظمة في قطاع التشييد والبناء، وده لمنظومة التأمين الصحي، وده بتكلفة 10 مليار جنيه سنويا، مع دراسة مدى إمكانية ضم فئات أكثر من العمالة الغير المنتظمة خلال المرحلة اللي جاية. عشان كده وجه كمان بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح. اللي هو محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب علق على قرار الرئيس وقال ان القرار ده مهم جدا وجه في الوقت المناسب، لان الفئه دي هي الاكثر الفئات احتياجا للرعايه الاجتماعيه والصحيه، وده لان العماله غير المنتظمه ملهاش دخل ثابت، لانهم ممكن يشتغلوا يوم وما يشتغلوش ايام كتير بعدها نتيجه عدم انتظام شغلهم في مكان محدد وثابت. بس قرار ضمهم لمنظومه التامين الصحي بيوفر لهم رعايه صحيه مناسبه. طيب السؤال هنا، لو انت عاوز تقدم على معاش تكافل وكرامه تعمل ايه؟ خطوات انك تقدم على المعاش مفيش اسهل منها. كل اللي عليك انك تقدم بطاقه رقم قومي ساريه على العنوان الحالي اللي انت ساكن فيه لكل الافراد اللي سنهم اكتر من 18 سنه، صور شهاده ميلاد لكل افراد الاسره وتكون مميكنه يعني شهاده كمبيوتر لكل اللي عمرهم اقل من 18. قدم كمان صوره قسيمه زواج او انفصال وصوره من بطاقه التموين المميكنه يكون مكتوب عليها اسم المكتب الخاص بالتموين. بتقدم قيد مدرسي لجميع الاولاد من 6 سنين ل 18 سنه وقيد طالب للمقيدين جامعيا. بتقدم كمان كود كشف الاعاقه من اللجان الطبيه في حاله المرض المزمن او الاعاقه، وشهاده وفاه للزوج او الزوجه للارامل، وصوره شهاده الهجره او ما يدل على الانفصال، وصوره اقرار الوصايا للايتام، كمان صوره شهاده السجن لحالات سجن الاب او الام. بس خلي بالك بقى في شروط كده لازم تنفذها عشان تقدر تاخد المعاش، زي انك ما يكونش عندك محل تجاري او اكتر سواء بقى مسجل او غير مسجل، وانك ما تكونش بتمتلك اكتر من 3 رؤوس مواشي وغرض التجاره فيهم، ولا نص فدان ارض زراعيه او اكتر، او انك مثلا بتشتغل باجر منتظم في القطاع الخاص او العام او الحكومي. يكون المتقدم لبرنامج الكرامه من المسنين عمره بيبدا من 65 عام، او من اصحاب عجز او مشاكل صحيه مزمنه بتؤثر على قدراته على العمل، ولازم تثبت ده. فدلوقتي قول لنا رايك ايه في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.